تعالى اقولك ازاي تختاري الفستان السواريه اللي يليق على شكل جسمك. ارت ستوديو هيسهلها عليكي. اول حاجه اختاري لون الفستان يكون لايق على لون بشرتك، ولو انت مش عارفه لون بشرتك يليق معاها اي لون من الاقمشه روحي لبتاع القماش وجربي عنده كذا لون. لو انت مليانه من منطقه البطن فاختاري الفساتين الراب اللي هي بتتلف وبتتربط، او البسي الفستان اللي فيه حزام من تحت منطقه الصدر، لان المنطقه دي بتكون صغيره جدا فالحزام بيبرزها ومش بتبين شكل البطن. كمان الفساتين اللي فيها كسر من عند منطقه البطن بتداريها. لو انت عندك منطقه الارداف كبيره فالافضل ان انت تلبسي فساتين واسعه او اللي فيها كلوش لانها بتداري المنطقه، وممكن الجزء اللي من فوق يكون فيه شغل لانه هيجذب النظر. لو انت كتافك عريضه يعني معنى اصح شكل جسمك شبه المثلث المقلوب فالافضل ان انت تلبسي الفساتين الاي لاين يعني الفساتين الواسعه علشان نعمل بالانس ما بين فوق وتحت. وابعدي تماما عن اي شغل في منطقه الاكتاف لان ده هيبينها اكتر. لو انت دراعاتك مليانه فالافضل ان انت تبعدي تماما عن الفساتين اللي فيها ترتر او فيها شغل لانها بتبينها اكتر. واختاري الفساتين الساده او الفساتين اللي فيها تطريز خفيف بالطول. ولو انت جسمك شبه الساعه الرمليه فده بيليق عليه كل حاجه، بس الافضل الفساتين الميرميد. لو انت رفيعه فابعدي تماما عن الفساتين المجسمه لان ده هيبينك ارفع، والافضل ان انت تختاري فساتين فلافي وفيها طبقات قماشه كتير لان هيبين شيب جسمك.